بعد ما النادي الاهلي تعاقد مع عمر الساعي من الاسماعيلي، طلع بعدها بحوالي شهر او شهر ونص الاستاذ محمد شيحه وكيل لاعبين اسماعيلاوي طبعا، قال ان كابتن عادل ابو جريشه طلب من كابتن محمود الخطيب ان هو يشتري لاعب من الاسماعيلي عشان يفك ازمه الاسماعيلي. فكابتن محمود الخطيب قال له مين اللاعب اللي عندك؟ قال له عبد الرحمن مجدي، وراح بيراميدز تعالى خد عمر الساعي. فطبعا كابتن محمود الخطيب قال هاخد عمر الساعي ب 30 مليون. كابتن علي ابو جريشه قال له لا، خده ب 50 مليون عشان خاطر تحل ازمات الاسماعيلي. الكلام ده حصل من الاستاذ محمد شيحه بنفسه، مش ما حدش بيقول الكلام ده وخلاص، او انا بقول الكلام ده وخلاص، او بقول اي حاجه وخلاص. فحتى لو هترجع لليوتيوب هتلاقي، اعمل بس كده سيرش على محمد شيحه وهو بيتكلم على صفقه عمر الساعي. فاللي انا عايز اقوله ان ليه ما دام انا اشتريت لاعب من الاسماعيلي ب 50 مليون وهيجي يقعد على دكه الاحتياطي عشان افك ازمه الاسماعيلي، ليه انا ما اتعاقدش مع لاعب زي اسامه فيصل اللي البنك الاهلي طلب فيه 80 مليون او 70 مليون كبيع وشراء، وبعد كده احط له رقم عندي يحل لي ازمه الفراوده اللي عندي. يعني انا جردشار ما خرجتهوش غير في نهايه المباراه امبارح ضد غزل المحله. نزل محمد شريف مش حافظ يا جماعه دوره. محمد شريف نازل بيجري بس مش عارف يعمل ايه، يعني مش عارف يعمل، مش حافظ دوره، مش عارف يلعب جماعي مع اللعيبه. هتقول لي في الماتشات الوديه، عايز اقول لك ان مباراه البنزرت او مباراه اللي احنا لعبناها، مش فاكر كانت مباراه ايه، في معسكر تونس اللي احنا كسبناهم نتيجه، ومحمد شريف احرز هدفين، وفي المباراه الثانيه هدفين. معلش يا جماعه، برضو المباريات الوديه مش مقياس للمباريات الرسميه. فتخيل ان انا هعتمد على جردشار ومحمد شريف في بطولة افريقيا او في الدوري الماتشات اللي جايه. طب جردشار انا مقتنع بامكانياته، طيب اللاعب نفترض لا قدر الله اتصاب، نفترض اللاعب مرهق، نفترض انا محتاج بديل، يعني انا مش نفترض، انا فعلا محتاج بديل. فهل مش محتاج بديل لجردشار، او مش محتاج واحد معلش راس حربة يهدد الفرق التانية؟ يعني اسامه فيصل لاعب دولي ولاعب هداف وامكانيات واضحه وبسم الله ما شاء الله قوي، ورفض الزمالك مره واثنين وثلاثه برغم ان هو من ناشئين الزمالك. فلما عرضت على البنك الاهلي، ده كلام اتقال من بعض الصحفيين، لما عرضت على البنك الاهلي قال لك ب 70 مليون او 80 مليون. هل ال 50 مليون اللي انا دفعتها في صفقه عمر الساعي مش قادر احط عليها 30 مليون كمان واشتري لاعب يبقى يعني لاعب مميز، راس حربة مميز، استفاد منه الماتشات اللي جايه؟ هتقولي طب ما احنا امبارح محاولاتنا كتيره على غزل المحله وعملنا حوالي 16 محاوله. عايز اقول لك ان راس الحربه بيخلق لنفسه يا جماعه فرصه، بيهدد على الاقل الدفاع. عايز اقول لك ان المباراه برغم ان هي طلعت 0-0 ولكن دفاع غزل المحله كان مميز في الكوره العاليه بس، لكن لو لعبت له على الارض او الكوره على الارض كنا بنخترق براحتنا. لكن ما كانش فيه الفيرود راس الحربه اللي هو يجبر الهاف رايت او الباك رايت او الهاف ليفت او الباك ليفت بان هو يعمل له عرضيه عشان احرز هدف. ما كانش فيه راس حربه يجبر اللعيبه ان هي تلعب له، التحرك بتاعه بيفرق. ارجع لمباراه بورتو، شوفوا وسام ابو علي الهدف الرابع احرزه ازاي، الكره العرضيه اللي هو طلع في اعلى جامب وعدل جسمه في الهواء. ما بالك انت، معلش مع احترامي لكل الناس ومع احترامي محمد علي برمضان، مع احترامي لمحمد شريف، مع احترامي لجردشار، الكور اللي عليها يا جماعه اللي بتيجي يا دوب بس بسند وخلاص، اللي هي ايه، هعمل محاوله عليها والمحاوله عندي سيئه جدا. لكن ارجع لاهداف وسام ابو علي اللي دايما بيحرزها بالهيد، شوف ايه اللي بيحصل فيها. فدايما راس الحربه بيجبر اللعيبه انها تلعب له في اماكن معينه بسبب تحركه، بسبب التحرك اللي هو بيعمله المميز. فانا من وجهة نظري اسامه فيصل افضل لاعب تقدر تعتمد عليه، او افضل راس حربة موجود في الدوري المصري تقدر تعتمد عليه كراس حربة للنادي الاهلي. ولو اسامه فيصل النادي الاهلي تعاقد معاه، افتكر كلامي كويس، الاهلي لو تعاقد مع اسامه فيصل هيبقى راس حربة النادي الاهلي الاساسي. فاللي انا عايز اقوله، ما دام انا بجامل بعض الانديه، مع احترامي بقى لاداره النادي الاهلي واداره الاسماعيلي برضو وكابتن علي ابو جريش طبعا فوق راسنا، لكن ما دام انا بحاول اساعد الانديه
اللي هي بتلعب ضدي بتبقى الجهاز واللعيبه وبيبقى فيه شحنه جامده، ما دام انا بساعد الانديه يبقى اعمل ايه؟ يبقى ساعد نفسي. يبقى ساعد نفسي. طلبوا 70 مليون في لاعب مميز، عادي مش مشكله، ده بيع وشراء، زي ما اشتريت صلاح محسن كده، زي ما تركي آل الشيخ اشترى صلاح محسن ب 37 مليون والدنيا صفقات بقت في الزياده. ما دام انا يعني ساعدت ناس يبقى اساعد فرقتي. ما فيش حاجه اسمها اعتمد على محمد شريف وعلى جريتشار. مع احترامي محمد شريف ما كانش يرجع الاهلي، اشترى الاهلي وقال لك لا للزمالك وقال لك ما اروحش بيراميدز، مش مشكله. فنيا لو انا محتاجه كان يجي، لكن فنيا انا ما كنتش محتاجه بصراحه. ما دام انا وافقت على رحيل وسام ابو علي يبقى وسام ابو علي يرحل عادي، ما فيش مشكله، لكن اجيب بديل قوي. مش هقول لك بنفس الامكانيات لكن بديل قوي. دي وجهه نظري، هل حضرتك تتفق او تختلف معاها؟ ولكن دي وجهه نظري. النجوم الكتيره مع ريفيرو، النجوم الكتيره مع ريفيرو اللي احنا معلش شايف ان هي هتعود على الاهلي باثر سلبي. بمعنى انا شايف ريفيرو بيحاول على قد ما يقدر ما يريحش عدد كبير من النجوم. بمعنى ان انا امبارح طبعا زي ما شفت في مباراه فاركو ما فيش مشكله وكسبت سكور ما فيش مشكله، ولكن لازم يكون عندي ورقه رابحه بره، ورقتين رابحين بره، لا حسين الشحات ولا طاهر ولا محمد شريف اوراق رابحه. حسين الشحات اللي ممكن مش مشكله لو نازل فايق ونازل مركز، لو نازل فايق ونازل مركز هتلاقي حسين الشحات ورقه رابحه قويه جدا، لكن لو مش مركز مش هتلاقي حسين الشحات. فاحمد سيد زيزو، بن شرقي، تريزيجيه، بن رمضان، لا طب يعني خلي بن رمضان دلوقتي، تريزيجيه، احمد سيد زيزو، بن شرقي، لازم على الاقل واحد فيهم ورقه رابحه بره. يعني تريزيجيه امبارح ما عجبنيش، والمباراه بتاعت فاركو ما عجبنيش، والمباراه الاولى ما عجبنيش، ومش ما عجبنيش انا بس، ما عجبش معظم الاهلاويه. يبقى تريزيجيه يقعد، تريزيجيه يقعد. بن شرقي فورمه لا يلعب، زيزو يلعب في مكانه، يلعب هاف رايت، مش هسيبه حر في الملعب. يعني زيزو لما بيجي على الشمال قوه زيزو انه يلعب ناحيه اليمين، قوته انه يلعب ناحيه اليمين ويروح ويعمل جبهه ويرفع عرضيات ويعمل كورسات حلوه قوي، ودي قوته. لكن اسيبه حر في الملعب ويروح على الشمال ويكسر لجوه بعد كده يعمل عرضيه، مش هتلاقي زيزو. لكن على اليمين هتلاقي زيزو كهاف رايت قدام الباك، هتلاقي زيزو. فريفيرو لازم يضغط على الحته دي شويه، اللي هو ديانج وبن رمضان، وجنب منهم مثلا احمد رضا لحد ما امام عاشور ما يرجع، او جنب منهم قفشه يا عم الماتش الاولاني ما كانش كويس عادي، وارد الماتش الاولاني ما يكونش كويس وما يبقاش حافظ مكانه، ولكن الماتشات اللي بعدها هيبدا يراجع نفسه. فيبقى زيزو على اليمين وعلى الشمال بن شرقي، وتريزيجيه يريح مش مشكله. لكن ما اشوفش ريفيرو بيلعب على اليمين زيزو وعلى الشمال بن شرقي وراس حربه يبقى تريزيجيه، هتبقى صعبه عليا. جريتشار ماشي كويس والمباراه بتاعت غزل المحله كان كويس، فعلى الاقل لازم اخلي ورقه رابحه قويه بره، مش انزل الهافات كلهم اللي بره سواء هو مستواهم كويس او مش كويس وبعد كده اقول لا اصل انا خلاص هلكت اللعيبه اللي معايا وهلكت النجوم اللي معايا اللي هو زيزو وبن شرقي وتريزيجيه والكلام ده كله والاوراق اللي انا جبتها والصفقات اللي انا جبتها، وبعد كده انزل ناس متضايقه وواضح قوي ان هي كانت متضايقه ان هي قاعده بره. مفيش لاعب عمل كوره امبارح بعد ما نزل كويسه، او شفت شغف عند لاعب نازل عايز الاهلي يكسب باستثناء حسين الشحات. طاهر انا استغربت اصلا من طاهر ياخد الكوره يفضل يجري ما بيبصش لاي حد، ما بيعملش اي حاجه غير انه يرقص بس. حسين الشحات اللي حسيت ان هو كان عنده شغف شويه ان هو انا نازل عشان نكسب. فلازم ريفيرو يحاول ياخد باله من الحته دي قوي، لازم ريفيرو يحاول ياخد باله من الحته دي قوي، لان الموضوع ده مهم يا جماعه، الموضوع ده مش سهل وما عندناش استعداد نفقد نقاط تانية. ده الحمد لله ان بيراميدز خسر من مودرن سبورت، الحمد لله. لو كان كسب كنت لعبت بيراميدز كان هو معاه التعادل لصالحه والمكسب برضو اكيد لصالحه، لكن انت كنت لازم تكسب عشان تحاول تقرب.
عشان خاطر تحاول تقرب. فالموضوع احنا بنصعبه على نفسنا، فلازم ان شاء الله يا رب المباراه اللي جايه بتاعت بيراميدز مباراه كاس، نهائي كاس، مش هينفع فيها اي نتيجه غير المكسب ان شاء الله. فمحتاج لاعبي النادي الاهلي تركز، محتاج اداره النادي الاهلي تراجع نفسها في موضوع الباك رايت والمساك وراس الحربه. بس يكون ان شاء الله قائمه الاهلي اكتملت باذن الله. ربنا كريم ويكرم النادي الاهلي ان شاء الله. لو عجبتك الحلقه ما تبخلش عليها باللايك واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديدنا باذن الله. عاش النادي الاهلي دايما بجمهوره، والنادي الاهلي دايما فوق الجميع. سلام عليكم.